في بداية ماتش في الدوري الأمريكي في لعبة الأمريكان فوتبول، كل اللعيبة واقفة عشان النشيد الوطني إلا لاعب واحد بس اسمه كولين كابرنيك قاعد على ركبته، وكل الناس مستغربة والكاميرات متسلطة عليه. وساعتها قال جملة قلبت أمريكا كلها، قال أنا مش هظهر فخر العالم دولة بتضطهد الناس أصحاب البشرة السمراء. وساعتها الدنيا اتقلبت والاتحاد عاقبه والفرقه بتاعته فسخت التعاقد معاه، ومفيش نادي راضي يتعاقد معاه، يعني بمعنى اصح اتمنع من اللعبه بس بشكل مش رسمي. بس بعد سنه حصلت مفاجاه كبيره. شركه نايكي كانت عايزه تعمل اعلان بعنوان آمن بشيء حتى لو هتضحي بكل حاجه عشانه، وما كانش في شخص مناسب للاعلان ده اكتر من كولين، وعشان كده عملوا الاعلان معاه. بس ردود افعال الناس كانت عنيفة، الناس حرقت منتجات نايكي في الشوارع وطلعت حملات مقاطعة كتير والسوشيال ميديا ولعت. بس الغريب ان بعد اسبوع واحد مبيعات نايكي زادت في حدود 31%، وده خلى الاعلان اتحول لرسالة. الموقف الحقيقي ممكن يخسرك كتير في الاول، بس هو اللي هيخليك تكسب احترام العالم كله.